وفي أول الحكاية بنشوف عالم من عالم الخيالات جوه مملكة سحرية. بتظهر ملكة شريرة كل همها انها تسيطر على مملكتها وتاخدها من ايد ادوارد ابن جوزها المتوفي، لانه يبقى الملك الحالي، وكل خوفها انه يتجوز ويجيب واحدة تبقى الملكة بدلها، وبتعمل كل حاجة ممكن تمنعه انه يقابل فتاة احلامه، والا ممكن تخسر عرشها للابد. وفي نفس المملكة بنشوف بنت طيبة وهادية وجميلة اسمها جوزيل، اللي بتكون عايشة في بيتها مع حيواناتها، وبيبقى حلم جوزيل الوحيد انها تقابل فتى احلامها اللي هيحبها للابد. وبتبدا انها تجسد شكل فارس احلامها قدامها، وبيساعدوها كل الحيوانات طبعا، وبيغنوا معاها. وبيكون في الوقت ده الامير ماشي قدام بيتها وبينجذب ناحية الصوت الجميل، وبيبدا يشوف مصدر الصوت جاي منين، وبيروح يدور عليها. ولكن المساعد بتاعه بيحاول يمنعه علشان اوامر الملكة اللي منعاه يقرب من اي بنت علشان ما يقعش في حب واحدة. ولكن الامير بيوصل على بيت جوزيل وبيقع في حبها من اول نظرة، وهي كمان بتحبه لدرجة انه بيطلب منها الجواز تاني يوم. وطبعا الخبر بيوصل للملكة الشريرة، وبتقرر انها لازم تتخلص من جوزيل قبل ما الفرح يجي باي وقت. وبيجي تاني يوم وبتكون جوزيل جاهزة للفرح ولابسة فستانها الجميل، والحيوانات بيجهزوها لحفلة الزفاف بتاعتها. وبتبقى جوزيل مبسوطة انها تجوز الامير ادوارد، ولكن قبل ما بتدخل الحفلة بتقابلها ست عجوزة وبتعرفها انها لازم تروح على بير الامنيات الاول وتتمنى امنية قبل فرحها، وبتجبرها انها تروح معاها البير. واول ما جوزيل بتقرب منه بترميها العجوزة، وهي بتقول لها انها اترمت في عالم مفهوش فيه مفهوم السعادة الابدية اللي هي بتحلم بيها. وبعدها بتتحول العجوزة الشريرة لشابة جميلة، وبكده نجحت انها تتخلص من جوزيل للابد. وبيكون في الوقت ده السنجاب شايف كل اللي بيحصل، وجوزيل بتكون مرمية في البير لحد ما بتلاقي قدامها غطا حديد مدور، ولما بتخرج منه بتكون طالعة من بلاعة في شارع زحمة في أمريكا، وبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي، وبتفضل ماشية في الشارع وبتخبط في الناس، وبتبقى مستغربة من كل حاجة حواليها خصوصا العربيات، وبتقول لنفسها ازاي الناس راكبة شيء من الحديد وماشيين بيه عادي كده. وبتفضل تسأل الناس على مكان قصر ادوار حبيبها، ولكن محدش بيرد عليها لانهم مفكرينها مجنونة. وبتفضل ماشية في الشارع لحد ما الشوارع بتبقى فاضية والوقت بيتأخر جدا، ولكن بتلاقي راجل عجوز قدامها وبتقعد معاه وبتحكي له على كل حاجة حصلت معاها، ولكن بيسرقها هو كمان وبيهرب منها. بعد كده هاخدكم عند شخص اسمه روبرت اللي بيكون عنده مشاكل كتير في الشغل، وبنشوفه وهو بيقول للسكرتيرة بتاعته انه مش عارف هيبلغ بنته ازاي انه هيتجوز نانسي حبيبته وانها هتعيش معاهم للأبد، وبيبقى مش لاقي طريقة مناسبة علشان يفتحها في الموضوع. ولكن بيقرر انه يعرفها بعد ما يديلها هدية، والهدية بتكون كتاب عن اهم النساء في العالم. وبتبقى مورجان وباباها راكبين تاكسي، وفي طريقهم للبيت بيلاقوا الاميرة واقفة قدام يافطة لقصر مصنوع من الورق، وبتنزل جوردن بسرعة علشان تشوفها، وبينزل وراها باباها بيستغرب فعلا ما بيلاقيها بنت حقيقية، وبيسألها بتعمل ايه فوق كده، فبتعرفه انها عايزة ترجع لبيتها. وفجأة الاميرة بتفقد توازنها وبتقع على ايد روبرت وهو بيحاول ينقذها، وبتعرفه انها مش عارفة توصل ازاي لقصر حبيبها، وان مفيش حد راضي يساعدها، وان هو اول شخص يقف معاها ويساعدها. فبياخدها روبرت للبيت عنده، وده لان الاميرة ما بتكونش ليها مكان تقعد فيه. وبتعرف روبرت انها عايزة تقعد في اي مكان ان شاء الله يكون شجرة او بيت اقزام حتى. وبيبقى روبرت مش فاهم هي بتتكلم عن ايه اصلا، وبيعرفها انه مش مسموح لها انها تعيش معاه، وهو جابها بس علشان ترتاح وتقدر تكلم حد قريبها يجي وياخدها. ولكن بتترجى بنته انه يسمح لها تعيش معاهم لانها متأكدة انها اميرة حقيقية ومش هتعرف تتصرف في العالم بتاعهم. فبيوافق روبرت لما بيلاقي الاميرة نايمة على الكنبة وبتصعب عليه. وبيجي تاني يوم لما الامير بيفضل يدور على اميرته جوزيل، وبيقرر انه ينزل للبير هو كمان علشان ينقذها. وعرف البير عن طريق السنجاب، وبيتنقل الامير هو كمان من العالم السحري للعالم الحقيقي، وبيخرج من نفس البلاعة اللي جوزيل طلعت منها، وبيفضل يدور على اميرته علشان يتجوزها. وبيكون النهار طلع، واول ما جوزيل بتقوم من النوم بتلاقي ان شقة روبرت متبهدلة وعايزة تتنضف، فبتبدأ تغني الاغنية اللي كانت بتغنيها علشان تجيب بيها الحيوانات في العالم السحري. والغريبة انها بتقدر تتحكم في الحيوانات اللي في العالم الحقيقي، فبتجيب فيران وصراصير وعصافير علشان يساعدوها في تنظيف البيت زي ما كانوا بيعملوا في العالم السحري. وبيفضلوا على هذا النظام لحد ما في
طبق بيقع من حمامة، وبيكون ده السبب اللي صحى مورجان من النوم، وبتتصدم من اللي بتشوفه فبتجري وتصحي والدها علشان يشوف بنفسه، لأنها شايفة لو فضلت تحلف له من هنا للسنة الجاية مش هيصدقها. وأول ما بيشوف كمية الحيوانات اللي في البيت بيخافوا، وبيفتح لهم باب البيت علشان يخرجهم، وفعلا بيخرجوا كلهم، وده بعد ما روقوا البيت تماما وخلوه جميل زي ما الأميرة أمرتهم. وبيفضل روبرت يدور على جوزيل لحد ما بيلاقيها بتاخد شاور في الحمام، وبتكون مبهورة من شدة المية لأنها أول مرة تشوف مية من ماسورة وتبقى قوية كده. ولما بتخلص حمامها بيساعدها الحمام في اللبس، وفي الوقت ده بتوصل حبيبة روبرت نانسي علشان تاخد مورجان للمدرسة زي ما هما متفقين، ولكن بتتصدم لما بتشوف روبرت مع بنت تانية في البيت، وبتفهم الموضوع غلط وبتبقى عايزة تمشي، وحتى ما بترضاش تسمع لروبرت ولا بتديله فرصة انه يبرر اللي حصل. وبيجري وراها روبرت في الشارع ولكن ما بيلحقهاش، فبيرجع بسرعة لجوزيل وبيبقى عايز يطردها من بيته لانها السبب في المشاكل اللي حصلت له، ولكن بيلاقيها طالعاله بفستان شكله جميل غير اللي هي كانت لابساه، ولكن بياخد الصدمة لما بيعرف ان هي صنعت الفستان من الستائر بتاعته وبوظتها، وبيبقى لسه اتعصب عليها، ولكن بيلاقي بنته جهزت نفسها علشان المدرسة، وبيلاقي نفسه اتأخر جدا فبيجري بسرعة علشان يوصل بنته، وبيضطر ان هو ياخد جوزيل معاه للمدرسة علشان ما تبوظش حاجة تانية في البيت. وبتكون في الوقت ده الساحرة شايفة كل اللي بيحصل، وبتعرف ان ادوارد ناوي يدور على جوزيل ويرجعها من تاني، فبتأمر المساعد ادوارد ان هو يروح للعالم التاني ويرجع لأمير للعالم السحري ويبعده عن جوزيل، وكمان بتأمره بقتلها. وساعتها بينط المساعد فورا في البير وبيطلع من نفس البلاعة علشان يدور على الأمير، وبيبقى من السهل انه يلاقيه لان ادوارد بيبقى عايز يحارب اتوبيس على اساس انه وحش من حديد عملاق، فبياخدوا المساعد على اقرب مكان علشان ياكلوا فيه. والساحرة في الوقت ده بتقدر انها تتواصل مع المساعد علشان تبلغه انه لازم ينفذ مهمته ويقتل جوزيل بأي طريقة، وبتديله تفاح مسمم اللي القطمة منه هيدخلها في نوم عميق، وبمجرد لما الساعة تيجي 12 في منتصف الليل جوزيل هتموت على طول. وبيبقى السنجاب سامع كل الكلام ولكن ما بيكونش قادر ان هو يتكلم زي ما كان بيعمل في العالم السحري، انما العالم الحقيقي ما بيقدرش يتكلم فيه، وبيحاول انه يشرح للأميرة على المساعد والملكة ناويين يعملوه، ولكن الأمير ما بيفهمش منه حاجة. وبيكون في الوقت ده روبرت مجبر انه ياخد جوزيل معاه للشغل، وبنعرف ان هو شغال محامي وفي ايده قضية طلاق ما بين اتنين. ولما بيوصل شغله بيأمر السكرتيرة انها تدور على بلد جوزيل وتحجز ليها تذكرة على حسابه، ولكن لما السكرتيرة بتتكلم مع جوزيل بتنادي على روبرت بعدها وبتقوله ان جوزيل بتقول لها انها من مدينة مش موجودة على الخريطة اصلا، ده غير انها مش معاها موبايل ولا جواز سفر ولا حتى بطاقة شخصية ليها ومش عارفة تتصرف معاها ازاي. فبياخدها روبرت للجنينة اللي قدام شغله قبل ما تبوظ له القضية اللي في ايده، وبيديها فلوس علشان تتصل بالامير بتاعها، وبيسيبها وبيمشي، ولكن ما بيقدرش يبعد عنها لانه عارف انها مش هتعرف تتصرف من غيره. وبيرجع ليها من تاني وبيسألها اذا كانت تعرف اي معلومات عن اميرها علشان يقدر يساعدها، فبتقوله ان هو اجمل امير في المملكة كلها، واتعرفوا على بعض من يوم واحد وحبته على طول، وقرروا انهم يتجوزوا. واثناء ما هما بيتمشوا بيكون المساعد متنكر في بياع حلويات وبيدي جوزيل تفاحة من الكراميل مجاني علشان تاكلها وتموت، وفعلا بتاخدها منه وبتفضل تتكلم مع روبرت قبل ما تاكلها، ومن شدة انفعالها في الكلام التفاحة بتطير من ايدها وبتنقذ روحها من اكلها. وبتعرف روبرت ان هو لازم يعترف لنانسي بحبه، كل يوم يبين ليها قد ايه هو بيحبها اذا كان عايز يصالحها. وبتبدأ بعدها جوزيل تغني في الجنينة والكل بينسجم معاها وبيغنوا، وبيكون ادوارد قريب منها في الوقت ده وبيحاول ان هو يوصل لها ولكن بيفشل. وفي الوقت ده جوزيل بتتواصل مع حمامتين انهم يوصلوا ورد لنانسي على اساس ان روبرت هو اللي بعته وتصالح ما بينهم، وفعلا بتنجح انها تصالح ما بينهم. فبيقرر روبرت ان هو هيعزم جوزيل على الغداء مع بنته مورجان علشان يشكرها على اللي عملته معاه، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. فبيبدأ يحكي لها روبرت ان في يوم كان بيحب واحدة جدا واتجوزها وخلف منها مورجان، لحد ما في يوم صحي من نومه الجميلة على كابوس مرعب ولقى مراته هجرته بدون سبب، ومن ساعتها هو اللي مهتم بمورجان ومخلي باله منها علشان ما
تحسش بأي نقص. وأثناء كلامهم بيجي لها المساعد مرة تانية وبيكون متنكر على هيئة طباخ في مطعم، وبيعرض عليها عصير تفاح علشان تشربه، ولكن قبل ما تقرب منه بيجي السنجاب وبينط على الكوباية وبيوقعها على الأرض وبينقذ جوزيل من الموت. وبيحاول المساعد ان هو يقتل السنجاب وبيجري وراه في كل مكان، ولكن السنجاب بيهرب منه. وساعتها بيجي الإعلام عشان يعملوا لقاء مع جوزيل وقصة السنجاب اللي مرافقها دايما ولقيته في أكلها، فبتعرفهم ان هو صديقها من زمان جدا وبتحبه. فبيحاول روبرت ان هو ياخدها بعيد عن الإعلام علشان ما تلبخش بالكلام اكتر من كده، لان مستحيل حد يصدقها. وساعتها بيكون ادوارد قاعد قدام التلفزيون اللي بيكون مبهور بيه، وبيلاقي جوزيل موجودة قدامه وبيسمع كلام المزاوية بتقول على العنوان اللي هي فيه، فبيقرر ان هو يروح على هناك على طول. وبيحس ان صوت جوزيل جاي من عمارة معينة، فبيفضل يدور على كل الادوار لحد ما بينام في طرقة العمارة لحد تاني يوم. وفي تاني يوم بيقدر ان هو يلاقي الشقة اللي موجودة فيها جوزيل، وبيبقوا الاتنين مبسوطين انهم اخيرا قدروا انهم يتقابلوا. وبيفضل ادوارد يغني ليها، ولكن لأول مرة جوزيل ما بتغنيش معاه، وبتقول لادوارد انها بتتمنى انهم يخرجوا سوا في ميعاد غرامي ويتكلموا سوا عن بعض. وبيوافقها ادوارد وبياخدها من عند بيت روبرت. وقبل ما جوزيل تمشي من عند روبرت بتودعه وبتقوله انها بتتمنى تشوفه تاني في المدينة اللي عايشة فيها هو ومورجان، لانها حبت بنته جدا. وبتسيبه وبتمشي. وساعتها الساحرة بتكون مراقباهم من بعيد وبتعرف ان المساعد فشل في مهمته ومش باقي معاه غير تفاحة واحدة، فبتقرر انها تيجي العالم الحقيقي بنفسها علشان تقتل جوزيل. وبتكون جوزيل ساعتها بتشرح لادوارد يعني ايه ميعاد غرامي، وان هو ملهوش مدة محددة وممكن يروحوا في اي حتة هم عايزينها. وبتعرض عليه انهم يروحوا حفلة بالليل، وطبعا بيوافق ادوارد، ولكن بشرط انهم بعد ما يخلصوا الحفلة يرجعوا تاني على مدينتهم. وبترجع جوزيل جري على مورجان وباباها في الوقت ده بيكون في الشغل، وبتطلب من مورجان انها تساعدها في اللبس لانها اول مرة تروح حفلة مع حبيبها ومش عارفة تتصرف ازاي. فبتطلع مورجان من درج والدها الفيزا بتاعته وبينزلوا يشتروا ليها لبس جديد علشان حفلتها. ولما بيجي الليل بتخرج الساحرة الشريرة من نفس البلاعة قدام كل الموجودين وبتدور على مكان جوزيل، فبتلاقيها موجودة في الحفلة اللي مع الأمير، وبيكون روبرت ونانسي معاهم في الحفلة، وبيكونوا هما الأربعة في مكان واحد وبيرقصوا سوا وهما مبسوطين. وبيبدأ روبرت يفهم ان هو معجب بجوزيل، وهي كمان بتفهم كده اول ما بيرقصوا سوا، ولكن ما بيقدروش انهم يصارحوا بعض بحقيقة مشاعرهم. وقبل ما جوزيل تمشي من الحفلة بتقابل الست العجوزة مرة تانية وبتعرض عليها انها قادرة تخليها ترجع سعيدة وتنسى كل الذكريات الحزينة اللي حصلت لها من العالم البشر، وده من خلال انها تاكل قطمة واحدة من التفاحة اللي في ايدها، وبعدها هتنسى كل اللي حصل لها في العالم الحقيقي. وبتسمع جوزيل كلامها وبتاكل قطع صغيرة من التفاحة وبيغمى عليها فورا. فبتحاول الساحرة انها تاخد جوزيل وتهرب بيها، ولكن بيشوفها ادوارد قبل ما تمشي، فبتعرفوا الساحرة انها جاية علشان ترجعهم للعالم السحري بتاعهم. ولقى جوزيل مغمى عليها قدامها من كتر الشرب، فبيحاول ادوارد ان هو يفوقها ولكنه ما بيعرفش. وقبل ما تهرب الساحرة الشريرة من المكان بيظهر المساعد من تاني وبيقول لكل الموجودين على الحقيقة انه جوزيل اتسممت، واللي سممتها هي الساحرة علشان تستولي على العرش. وساعتها بيفتكر ادوارد كلام جوزيل لما قالت ان الحب قادر ان هو يشفي اي حاجة في العالم، فبيروح وبيقرب منها وبيديلها قبلة على امل انها تفوق، ولكن بتفضل نايمة. وساعتها بيفهم روبرت ان هو الحب الحقيقي لجوزيل، وبالفعل لما بيقرب منها بتفوق جوزيل من اللعنة اللي هي فيها. وساعتها بتتعصب بالساحرة وبتتحول لتنين عملاق وبتعرفهم انها هتخلص عليهم كلهم وهترجع هي للعالم السحري بتاعها وهتبقى هي الملكة. وبتبدأ بروبرت علشان تقتله، فبتاخده وبتطلع على قمة البرج، فبتاخد جوزيل السيف بتاع ادوارد وبتطلع وراها وبتحاول انها تلهيها بالكلام، لان وزن الساحرة بعد ما بتتحول بيكون كبير جدا والحديد اللي بتكون واقفة عليه ضعيف، وده بيبقى السبب في وقوعها من على البرج. وساعتها بتموت الساحرة وبتختفي تماما، وبتقدر جوزيل انها تنقذ روبرت من على البرج قبل ما يقع، وبتقرر انها تعيش معاه في العالم بتاعه. وفي نفس الوقت بيكون ادوارد اعجب بنانسي، وبيقرر هو كمان انه ياخدها للعالم السحري بتاعه ويتجوزها هناك. وبيتجوز روبرت جوزيل
بيفتح لها مكان لتصميم ملابس حلو جدا، وبتشغل معاها كل الحيوانات اللي بتحبهم وبيبدأوا يساعدوها، وبتكون من أنجح مصممين الأزياء في المدينة. والمساعد في الوقت ده بيقرر إنه يفضل في العالم الحقيقي هو كمان، وبيكتب قصته، بيبقى كاتب مشهور، والكل بيعيش في سعادة أبدية زي القصص الخيالية. وبتنتهي الحكاية على كده. كانت معكم روما من قناة أفلام روما. سلام.